السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعت لكم بفيديو جديد مع رمضانيات أطفال مع ملاك. اليوم جاي عندي صديقتي ألماء. أنا اسمي ألماء، أهلا. اليوم حلقتنا جدا رائعة عن الأم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إليه صحابي يسأله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعملوا مسرحية وإن شاء الله تعجبكم، ولا تنسوا تعملوا اشتراك في قناتي. يلا تنام يلا تنام يلا تنام يلا تنام، ما أجمل هذه الحديقة يا مولاي، سأضعك هنا لأقطف لك وردة. ما أجمل هذه الوردة يا مولاي، إنها جميلة حقا. سوف أقطف لابني وردة جميلة. واو، ما أجمل هذا الطفل، سوف أخذه. سوف أخذك قبل أن تراك أمك. ها هي وردة جميلة لطفلي. طفلي، ها تراها جميلة؟ طفلي، أيوة طفلي، طفلي، أيوة طفلي، أيوة. لن أستطيع الهروب، لقد لحقتني أمه. ها والدك، أنت طفلي. كلا كلا، إنه ابني. كلا، هذا ابني. هذا ابني. هذا ابني أنا. هذا ابني أنا. تعال نطلع حكم. صوتي، تعال معي. تعال معي. لا الحاكم. السلام عليكم. ما هي طريقة سيد الدكان؟ لقد خطفت ابني. لا، هذا ابني أنا. كلا، هذا ابني. كلا، هذا ابني أنا. كلا، ضع هذا الطفل أمامي. جلسنا أمامه. أريد أن أسألكم سؤالا واحدا. من هي الأم الحقيقية منكم؟ أريد أن أستمع كل واحد منكم. أنا أبوه الذي ولدته وربيته، لقد مشى الحديقة وحطيته هنا على الوردة الجميلة، ولقد قدمت له وردة ولم أجده. كلا، إنه ابني، لقد أخذته لأشتري له برادا من السوق.
هذه المرأة، والنصف الثاني لك هذه المرأة. لا يا سيدي، له نصفها. أعطيها إياه. لا أريده، لا أريده. أعطيها إياه. لا أريده، لا أريده، لا أريده. خذيه، خذيه. يا أبو يا سيدي، يا أبا. نعم، إنه ابني. ضعي هذا الطفل على الأرض أيتها السيدة، لقد فهمت. إن هذه الأم هي الأم الحقيقية. لماذا يا سيدي؟ هذه هي الأم الحقيقية لأنك لم تبكي مثلها، لأنها خافت عليك، فكذلك أنت لم تنزلي على عينك دمعة واحدة فقط. هذه الأم التي تعبت عليك وتأثرت وأنت لم تتأثري بشيء. خذيها أيتها السيدة، خذيها أيتها الأم الحقيقية، خذيها. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. وأنت أيتها الإمرأة لأنك كذبت وسرقت ابن هذا، وأخذك إلى السجن. أيها الشرطي، خذها إلى السجن. شكرا لك يا رب لأنك أرجعت ابني. الحمد لك يا رب. اللهم احفظ أبناء كل الأمهات. الأب نبع الحنان، نبع الحب، نبع العطاء. الأم تعطي كل شيء دون مقابل. الأم ترعى الأبناء وتربيهم. الأم هي التي تحضننا وتسهر علينا. وصانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: يجب أن نسمع كلام أمهاتنا ولا نعذبهم. ولا تنسوا تعملوا اشتراك في قناتي، ونراكم غدا وإلى اللقاء.